بصوا بقى، انا قاعده والعيال عايزين حاجه حلوه، وكنا صايمين كل سنه وانتم طيبين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. كنت عامله لهم بقى حله محشي تستاهل بقكم. مش قادره طبعا بعد المحشي وغلبته، مش هقدر اعمل بقى الكيكه وتورتيه وحاجات دي. ايه انسوا. ببص كده لقيت عندي لفه جلاش. طب لفه جلاش وانا مش عايزه اكل حاجه تقيله قوي يعني، مش عايزه بقى احشيها مكسرات ولا مهلبيه ولا الكلام ده خالص خالص خالص. قلت طب يا فاتن ما تقومي تعمليها بالطريقه بتاعت ايه التركيه. ايه الطريقه التركيه يا فاتن؟ عايزين تعرفوا الطريقه التركيه؟ كملوا معايا الفيديو. يلا نعمل الحلويات اللي انتوا شفتوها من الاول، ولا هنحشي ولا هنعملها باللبن زي ما انتوا شفتوها. تعالوا نشوف مع بعض. نسمي بسم الله. طبعا عندي زبده او سمنه، وحطي عليها معلقه بيكنج باودر، اسمع بس الكلام، ومعلقه زيت بس. بصوا بقى هنا انا هحط رشه حلوه كده. عندك زبده بلدي، عندك سمنه بلدي، عندك فرن، كل اللي انت عايزاه اعمليه. بصوا بقى انا بقسم الجلاش على نصين. ليه يا فاتن؟ عشان الصينيه عندي انا بحب اعملها كده. انت بتحبي بقى تعملي الورق بورقتها، بالف هنا عليك. انا بحب اعملها كده اهو. بصوا اهي كده اهو، واروح ايه كده اهو مقطوعه، مش مشكله خالص، مش هتفرق معانا اهي. انا ساعات بحط طبقتين، عايزه تحشيها في النص براحتك، دي حاجه براحتك انت. طبعا الفرن سخن، انا مش عايزه احشيها بيني وبينكم اي حاجه، انا عايزه اكلها ساده كده، يعني اكنك بتاكلي فطير بجد اهو كده. طب هنحط اللفه كلها؟ هنحط اللفه كلها. مش هنحط اللفه كلها ليه؟ دي عكس اللحمه بقى. اللحمه احنا بنحطها ايه، كل طبقه والتانيه نحط سمنه او زبده براحتك اهو. بحب اقطعها كده بدل ما اقعد اتني واعمل. وصلت لكم الفكره؟ مش عارفه انا بس كده ولا ايه. تيجي كده على الساعه 7 تحس ان انت عايزه تاكلي حاجه حلوه. طب حاجه حلوه ايه اللي هنجيبها الساعه 7؟ الساعه 7 كده بدري كمان. لا، ممكن تطلب بقى اللي انت تاكلي حاجه حلوه بالليل خالص. هتعملي ايه؟ والولاد كمان الساعه دي بتخليهم ياكلوا ايه، حلويات كتير اهي كده اهي. مفيش اسهل منك يا صينيه الجلاش دي، تبقى حاجه ايه، عسل عسل عسل. بس ده خير وهي حلو اهو. ده اخر رق. نحط بقى ايه السمنه كويس قوي عشان ده هنقطعه. ما حطيناش زبده كتير ولا سمنه كتير اهو. ماشي، نقطعه بقى مع بعض. بسم الله. تقطيعه اللي انت عايزاها، نقطعها صغير مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه شاي ساده. الصبح مالكيش مزاج تفطري، مع كوبايه شاي هيقضي الغرض. طبعا الفرن سخن من قبليها. هي كيكه يا فاتن؟ لا، اي حاجه تحطيها في الفرن حاولي تسخني الفرن. بس كده هنحطها في الفرن وارجع لكم. انا عندي لبن، كميه السكر اللي انت عايزاها، بس سكريه طبعا عشان احنا ما فيش عسل ولا سكر. ادي 1 2 3 4 5. انا بالنسبه لي الولاد ما بيحبوش يسكر قوي كده، حلو قوي. وهحط عليه باكو كريم كراميل. كريم كراميل. جربوا الطريقه دي بجد هتدعوا لي. او بلاش كريم كراميل، لو مش عايزه حطي كاستر، بس كريم الكراميل هيبقى حلو قوي. طبعا هقلب كده على البارد، وبعدين هدخله هحطه على النار لحد ما يغلي ويتقل، وهوريه لكم. بصوا الجمال اهي، بصوا اللون تحفه. ايه كميه؟ بصوا دي مش مشكله. اللبن اهو بالكريم كراميل. انا نسيت حاجه وزودت سكر، بس انا ما زودتوش كتير. انتوا برضو لو حابين الحاجه مسكره اسكر من كريم كراميل
يبقى ايه تزودوا السكر قليل، عشان كريم كراميل احنا عارفين بيبقى فيه سكر. ماشي. بسم الله. هنا ده مش سخن قوي، ده دافي. بصوا مش تقيل، ما خليتوش يغلي يعني يا دوبك غلوتين وقفلت. وهنسمي بسم الله. ايوه هو ده. بسم الله كده اهو. ده بره بقى بيقفوا عليه الطوابير، بس احنا طبعا حطينا التاتش المصري بتاعنا اهو. بس كده. طب اللبن ده هنسيبه؟ لا ما هنسيبهوش. هنسيبه ازاي؟ انا عندي قالب اهو، عندي قالب الكريم كراميل اهي كده اهو. هنسيبها بقى تبرد. ماشي. وبعد ما تبرد هنشوف هنعمل فيها ايه. قالب الكريم كراميل طبعا هنرمي اللبن ده يعني ولا ايه؟ لا، قالب حطيت الكراميل اهو وهنزل عليه باللبن. بسم الله. وهحطه بقى في التلاجة لحد ما يبرد خالص. انا كده عملت صنفين حلو احلى من بعض. عملت الجلاش، او بصوا مش بالطريقه التركي قوي 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 يعني، حطيت الطريقه بتاعت فاتن شويه. حاجه هنا كده بصوا اهي هتطرى. هنسيبها طبعا لما تبرد خالص وناكلها. بصوا القرمشه اكنك بتاكلي فطير، حرفيا فطير اهو. هنسيبها خالص لما تبرد خالص وارجع لكم نشوف هنعمل فيها ايه اهو. طبعا دي هنحطها في التلاجة تبرد خالص، والصبح ان شاء الله ناكلها. ايه استني، لسه ما حطيتيش لايك ولا ايه؟ بصوا بقى انا رجعت لكم بالجلاش وسقيته قدامكم، بس ما دقناش. تعالوا ندوق. بصوا فطير. سيبك بقى من الشوكه والحاجات دي. بصي كده اهو. الله 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 الله. لا ومش مسكر خالص. بصوا. نفسك تاكلي فطير من الفطاطري اللي هو باللبن، قومي اعملي الطريقه دي بجد مش هتندمي. ما تنسينيش في اللايك والشير. سلام عليكم.